السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. وطبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش ان في 3 مهم لازم تعملهم، هما اللايك والشير والاشتراك في القناه، طبعا فعل الجرس بتاعك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا نزل. طبعا الجو ساقع حبتين وشايفني انا كده كاشش في نفسي لان انا عندي برد الاسبوع اللي فات ده، فالبرد الحمد لله يعني بيجهز شنط وماشي، فان شاء الله هنرجع مع بعضنا فيديوهات اكتر. نعمل لك فكره بسيطه كده بالنسبه للشانل بتاعتنا، بنتكلم عن السمارت ووتش بالنسبه للبرنامج بتاعها، بالنسبه للاسعار، بالنسبه للخامات، بالنسبه للقطع غيار، فكل ده متاح عندنا في التشانل. لو انت طبعا ما اشتريتش ساعه فدي احسن فرصه ليك ان انت ممكن تدور على السمارت ووتش وتشوف الانواع وتشوف الاسعار وتشوف الحاجه اللي تناسبك. في الفيديو ده طبعا هنتكلم عن السمارت ووتش ونكمل مسيره الفيديو اللي فات اللي هو كنا بنتكلم عن الاكس 8 الترا، الشكل اللي هو القديم او الشكل العادي اللي هي العلبه بتاعته اللي انت شايفها قدامك دي. فهنتكلم النهارده عن البرنامج بتاعه اللي هو وير فيت برو. طبعا زي ما قلت لك انا عامل البرنامج ده كتير جدا بالنسبه للفيديوهات، فانا سايب لك اللينك في الاي اللي هنا او اي اللي هنا، وطبعا موجود عندنا في التشانل انت ممكن تشوف اللي انت عايزه. فكل اللي عايزين نعمله النهارده هنجيب السمارت ووتش بتاعتنا ونجيب التليفون اللي هنبدا الشغل عليه. طبعا اول حاجه عايزك تعرفها بالنسبه للبرنامج ان انت اول حاجه لازم تكون في التليفون بتاعك البلوتوث مفتوح والموقع مفتوح ويكون عندك نت في التليفون، فده حاجات مهمه جدا هتنفعك بعدين. فهنروح كده على البرنامج نفسه اللي هو وير فيت برو، البرنامج اللي قدامك ده، ونشوف كده نعمل اقتران بالساعة. طبعا انا عملت بيها اقتران قبل كده، ونلغي الاقتران كده ثواني عشان نبدأ من جديد ونشوف الموضوع مع بعضينا. فكده احنا لغينا الساعة نفسها. لغيتها ولا ما لغيتهاش؟ يا عم الغيها يا عم. كده احنا لغيناها، نبدأ بقى اقتران من جديد. هندوس على كلمة مسح والساعة طبعا ظهرت قدامك اهي اللي اكس 8 الترا، وطبعا كده هي اقترنت على طول. تنفيذ تمام. هيجيب لك شويه حاجات كده انت ايه وافق على الموضوع اللي هيقول لك عليه. تنفيذ اعرف ذلك. لا مش عايز. طبعا اول حاجه لازم نعملها وهي ابسط حاجه ان انت تحط صورتك خلفيه. فهنروح على كل الاوجه اللي قدامك دي، نروح عند سوق السمك كده ونختار سمكايه من هناك. طبعا في حاجه هنا بقى معظم الناس بتقول لي انا ما عنديش مثلا اختيار ان انا اختار احط صوره خلفيه او الحاجات اللي انت عملتها لان انا مش شايف المكان او الحاجه اللي انا اختارها. ففي حاجات كتير ممكن تحصل معاك بالنسبه للنت او بالنسبه للبرنامج بتاع الوير فيت برو. فاول حاجه انت ممكن تشوف ان مثلا ثواني هو كده قطع وخرج لوحديه. طبعا هيعمل اقتران لوحده برضو طالما النت شغال. فنشوف الساعه نفسها مش مفتوحه. النت طبعا هو المشكله في كل الموضوع ده، عشان هي بس اول حاجه بتكون محتاجه نت. طب هي كده اقترن التاني. نرجع عند كلمه كل الاوجه زي ما قلت لك. كل اللي عليك ان انت هتدوس بس في الحته اللي هنا دي. انا عامه عارف مكانها فين، انت ممكن ما تكونش واخد بالك ان هي اصلا في كلام هنا، بس في كلام. هتدوس على زي ما انا دوست بالظبط كده، هنجيب لك طلب الالبوم. هندوس على كده الزائد اللي قدامنا ده ونختار مثلا اي صوره من الصور دي. نختار الصوره دي مثلا وندوس موافق. تمام. هنا عندك طبعا شكل الحاجة نفسها انت عايزها ازاي، الشكل واللون. فهتدوس طبعا على الصورة نفسها عشان تبان. الموقع بتاعها نخليه في النص مثلا كده وندوس على كلمة تركيب. طبعا الموضوع بياخد معاك دقيقة او دقيقتين مش اكتر، وطبعا لو النت بتاعك اسرع او سريع مش هياخد معاك وقت طويل. طب هو انا خلص الموضوع بتاعه. هي الشكل قدامك اهو، اوريك شكل الحاجة اللي احنا حطيناها خلفية. الصورة قدامك اهي، ممكن ما تكونش ظاهرة معاك بس هي البكسله بتاعتها بصراحه كويسه، ما فيهاش اي بكسله خالص، والجوده بتاعتها تمام. نرجع لورا كده. احنا عملنا اللي احنا عايزينه. بالنسبه طبعا الخلفيات التانية دي كلها بفلوس او في منها يجي 6 7 8 15 من غير فلوس، وطبعا بيكون شكلهم عادي. نرجع هنا كده مثلا عند سوق التطبيقات، وطبعا تطبيقات انت ممكن تضيفها مش موجوده عندك في السمارت ووتش، وطبعا حاجات هم اللي بيحددوها. فنرجع لورا كده كلمه تنبيه. ودي طبعا الحاجات اللي انت عايزها توصل لك اشعار بالنسبه للسمارت ووتش بتاعتك، فممكن تستخدم اللي انت عايزه فيها. جهات الاتصال زي ما قلت لك انت ممكن تضيف اكتر من 100 اسم، فضيف الاسامي تقريبا المهمه بالنسبه لك بس، وانت تقريبا مش هتضيف اكتر من 50 مثلا 40. فحاجات اللي هي ما تكترش قوي بالنسبه للمساحه. فعندك بطاقه العمل، وهنا زي ما قلت لك الواتساب مثلا بتروح عند الواتساب بتاعك بتجيب الكيو ار وبتضيفه هنا، وطبعا هنا بيعمل لك اقتران بالبلوتوث بتاعك او بالواتساب بتاعك على السمارت ووتش. نيجي هنا مثلا عند تقارير الطقس، ودي حاجه احنا عارفينها. جهاز البحث مجرد ما بتدوس عليها الساعه بتاعتك بتعمل فايبريشن كده واهتزاز، بتقول لك ان هي موجوده هنا. في عندك التذكير الصحي
ندوس عليه. عندك تذكير مستقر، شرب الماء. بعد التذكير ده لو انت مثلا فاتح حاجة او فاتح بتتفرج على مثلا فيلم او مسلسل، متابع مسلسل، فعشان عينك ما توجعكش بالنسبة للمشاهدة، فهي هتذكرك بحاجة زي كده، الفايبريشن في الساعة نفسها نقول لك ان خلاص عدى الوقت اللي انت عامله بالنسبة لساعة، بالنسبة ل 40 دقيقة. فكل ده هي بتفكرك بيه ان انت لو بتاخد دواء، تذكير القراءة، تذكير السفر لو عندك ميعاد انت هتسافر. فدي حاجات مهمة بصراحة جدا. فعندك محفظة هنا، ودي محفظة دفع الكتروني. لو انت عندك حكاية الدفع الالكتروني، التقاط الصورة، ودي زي ما قلت لك بالنسبة لالتقاط الصورة، فهي بتفتح لك صورة هنا مجرد ما بتحرك السمارت ووتش بتاعتك هي لقطت الصورة. فنرجع لورا هنا كده، نيجي عند حزم البطاقة، ودي طبعا زي ما قلت لك ما عندكش هنا بطاقة. انت مثلا هي البطاقة دي نظام ايه عامة؟ QR. انت مثلا بتحط الواتساب بتاعك والفيسبوك وكل الحاجات السوشيال ميديا بتاعتك في QR معين، مجرد ما حد بيلمس التليفون بتاعه كده فهو بيجي له كل الحاجات بتاعتك. وعندك هنا اعدادات اخرى، طبعا قياس آلي لكل ساعة، ودي حاجة مش مهمة ان هو يقيس كل ساعة ضغطك مثلا ونسبة الدم في جسمك قد ايه وكل الحاجات دي. فعندك رفع المعصم 12 ساعة، ودي كتير بيحب الحوار ده. انا بالنسبة لي مش فارقة معايا لان انا بستخدم العقارب. نرجع لورا كده، إدارة الجدولة دي طبعا لو انت عندك يوم معين عايز تفتكره، تاريخ معين، فكل الحاجات دي انت ممكن تضيف اللي انت عايزه. إعادة اسم المحمول، ترقية البرنامج الثابت، ودي حاجة مهمة جدا. اول حاجه لازم تعملها اصلا ان انت ترقي البرنامج بالنسبه للسمارت ووتش بتاعتك وبالنسبه للبرنامج نفسه. فهنا تقريبا اعاده الاعدادات المصنع، وهنا معلومات الجهاز، وهنا حذف الجهاز. نيجي هنا مثلا عند كلمه سبورت، وهنا حاجات انت ممكن تضيفها مثلا شويه كورسات كده بالنسبه للرياضه الصبح وبالليل. عايز تحرق كام كالوري، هدفها قد ايه. طبعا في منها بفلوس وفي منها ببلاش. نيجي عند حكايه المنزل اللي قدامك دي، وطبعا دي بقى كل حاجه بتجيب لك كل حاجه التفصيل اللي انت عملته في اليوم، النشاط بتاعك قد ايه، حرقت كام كالوري، نسبه مثلا الدهون في جسمك عامله ازاي، ضغط الدم، الاكسجين، نسبه السكر، حراره الجسم، معدل التنفس، النشاط الفعال. كل الحاجات دي هي بتراقب لك الموضوع بتاعك بيكون ماشي ازاي او يومك ماشي ازاي. وطبعا بتراقب اليوم مثلا بالنسبه للكالوري، بالنسبه لان انت مشيت قد ايه، بالنسبه لان انت مثلا نمت، فانت نمت ساعه او ساعتين او 3 بتحسب لك كل ده. وبس تقريبا كده مفيش حاجه ممكن نتكلم عنها بالنسبه للبرنامج بتاعها اللي هو وير فيت برو قدامك ده. وطبعا هي بصراحه شويه الحاجات اللي موجوده فيها حلوه، يعني هي كساعه بسعر حنين كده ممتازه جدا. وبس مفيش حاجه تقريبا ممكن نتكلم عنها تاني بالنسبه للبرنامج ده اللي هو وير فيت برو. وطبعا لو عندك اي سؤال فعندك لينك الانستجرام والفيسبوك والواتساب موجودين في الديسكريبشن. عندك طبعا التعليقات، انت ممكن تسال اي سؤال اللي انت عايزه وانا موجود ان شاء الله معاك. وطبعا لو عايز تشتري سمارت ووتش دي او اي سمارت ووتش ثانيه او اي قطع غيار، فعندك طبعا انا سايب لك اللينك الويب بتاعنا، الموقع الالكتروني، ممكن تروح هناك تشوف اي حاجه. وطبعا لو ما لقيتش الحاجه اللي انت بتدور عليها ممكن تسالني على طول، ممكن تكون موجوده عندي بس انا مش حاططها في الموقع. وطبعا لو وصلت لحد هنا ما تنسانيش بلايك وتشترك في القناه طبعا، فعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. واستنوا فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.